السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد في القناة ديالنا. اليوم غادي نهضروا على الفنانة المغربية دنيا بوطازوط، واللي رجعت بقوة في هذا رمضان 2025 بمشاركات كثيرة في مسلسلات مغربية. ولكن السؤال اللي كيطرح، واش فعلا قدرت توفق ولا لا؟ شنو رأيكم في هذا الشيء؟ تابعوا معايا حتى آخر الفيديو. المشاركة الأولى وهي مسلسل الدم المشروق. هذا المسلسل كان واحد من الأعمال اللي كترات عليهم الهضرة هذا رمضان. القصة كتدور على واحد العائلة اللي داخلين في صراع على الورث، ودنيا بوطازوط كانت واحدة من الأبطال الرئيسيين. رأيي الصراحة الأداء ديالها كان قوي، قدرت توصل المشاعر بطريقة صادقة، ولكن القصه ديال المسلسل ما فيهاش ذلك التشويق اللي كنت كنتسنى. بعض اللقطات كانت مطوله بزاف، وحتى الحوار في بعض المشاهد كان ثقيل. شنو رايكم نتوما في هاد المشاركه ديال دنيا بوطازوط في مسلسل الدم المشروق؟ المشاركة الثانية وهي مسلسل ولاد يزا. هنا رجعت بوطازوط للدور الكوميدي واللي تعودنا عليها فيه في هاد السيتكوم. كانت كتلعب دور الأم المغربية اللي كتواجه مشاكل يومية بطريقة كوميدية. أنا رأيي هاد الدور كان مناسب ليها بزاف، وكاين شي لقطات اللي كانت تضحك بدون شعور، ولكن كنحس انها بدات كتعاود نفس الحركات والتعابير اللي ولات معروفه بها. جبونس خاصه شويه ديال التجديد باش ما توليش تتكرر نفس الاشياء. والمشاركة الثالثة وهي مسلسل يوم ملقاك. وهذا المسلسل جاب قصة اجتماعية فيها الدراما والعاطفة. الدنيا كانت في دور الأم اللي كتضحي بكل شيء باش تحمي ولادها. وهنا في صراحة دنيا بوطازوط كانت في واحد ستيل اللي شوية غريب عليا، وكنحس أنها ما خرجتش من منطقة الراحة ديالها. كان ممكن تزيد تبين جوانب أخرى من الأداء ديالها. والمشاركة الرابعة وهي مسلسل أنا وياك. هذا المسلسل كان مفاجأة في هذا رمضان. القصة كتدور على علاقة معقدة بين زوجين كيعانيوا من مشاكل اجتماعية وخيانة زوجية، ودنيا بوطازوط لعبت دور الزوجة اللي كتواجه هذه المشاكل بطريقة مؤثرة. الصراحة الدور كان قوي وعاطفي، وبوطازوط قدرت توصل الأحاسيس ديال الشخصية بطريقة مقنعة بزاف. واحد من الادوار اللي بينات الجانب الجدي ديالها كممثله. اشنو رايكم في الراي ديالي؟ وشنو رايكم في مشاركه دنيا بوطازوط في هذه المسلسلات؟ واش متفقين معايا ولا لا؟ شنو رايكم في الاعمال ديالها في هذا رمضان؟ خليو التعليق ديالكم. ما تنسوش ديروا لايك وديروا لي كومونتير ديالكم، و تابونا في لاشين باش توصلوا بالجديد. وشكرا على المشاهده. وقبل ما نختم هذا الفيديو، في الاخير بغيت نهضر شويه على المسيره ديال دنيا بوطازوط، لان هذه الفنانه خدمت بزاف في مجال التمثيل وواجهت تحديات كبيره من اول ظهور ديالها في الكوميديا مع السلسله الشهيره الكوبل اللي كان ناجح بزاف، حتى الادوار الدراميه اللي فاجأت بها الجمهور. واحد الحاجه كتعجبني في دنيا بوطازوط هي كيفاش كتبدل بين الادوار الكوميديه والعاطفيه، وبكل صراحه كتقنعك في اي دور كتعطيه ليها. هذا التنوع هو اللي خلى الجمهور المغربي متعلق بها. واش نتوما متفقين معايا ولا لا؟ ما تنسوش تشاركوا في القناه وديروا التعليق ديالكم.